كل ما في القرآن من الأسف فمعناه الحزن، إلا فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فمعناها أغضبونا. كل ما في القرآن من البروج فهي الكواكب، إلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فمعناها القصور الطوال الحصينة. كل ما في القرآن من بعل فهو الزوج، إلا أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، فمعناه الصنم. كل ما في القرآن من البكم فهو الخرس عن الكلام بالإيمان، إلا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم، فالمراد هنا عدم القدرة على الكلام مطلقا. كل ما في القرآن من حسرة فهي الندامة، إلا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، فمعناه الحزن. كل ما في القرآن من جثية فمعناه جميعا، إلا وترى كل أمة جاثية، فمعناه تكثو على ركبها. كل ما في القرآن من حسبان فهو الحساب، إلا عليها حسبانا من السماء، فمعناه العذاب المحسوب المقدر. كل ما في القرآن من الدحض فهو الباطل، إلا فكان من المدحضين، فمعناه المقروعين أي المغلوبين. كل ما في القرآن من ريب فهو الشك، إلا أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، فالمراد حوادث الدهر. كل ما في القرآن من الرجم فهو القتل، إلا لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، فالمراد لأشتمنك. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، أي فمعناه ظنا. كل ما في القرآن من الزور فهو الكذب مع الشرك، إلا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فإنه كذب غير الشرك. كل ما في القرآن من زكاة فهو المال، إلا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، أي طهرا له. كل ما في القرآن من زيغ فهو الميل، إلا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، فمعناها شخصت أي فتح عينيه وجعل لا يطرف. كل ما في القرآن من سخر فهو الاستهزاء، إلا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، فهو من التسخير والاستخدام. كل ما في القرآن من أصحاب النار فأهلها، إلا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة فهم خزنة النار. كل شهيد في القرآن غير القتلى فهو من يشهد في أمور الناس، إلا وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فالمراد شركاءكم. كل ما في القرآن من صمم فعن سماع القرآن خاصة وسماع الإيمان، إلا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، فمعناه فقد السمع. كل صلاة في القرآن عبادة ورحمة، إلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فهي كنائس اليهود وهم يسمونها صلوات.
كل ما في القرآن من مصباح فمعناه كوكب إلا الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، فمعناه السراج. كل ما في القرآن من نكاح فالتزوج إلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فمعناه الاحتلام. كل ما في القرآن من اليأس فمعناه القنوط إلا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فمعناه العلم. كل ما في القرآن من الصبر فهو محمود إلا إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، فمعناه العكوف عن عبادة الأصنام. كل ما في القرآن من الصوم فهو الإمساك عن الطعام والشراب وإتيان النساء إلا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فهو الإمساك عن الكلام. كل ما في القرآن من الظلمات والنور فمعناهما الكفر والإيمان إلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فمعناهما ظلمة الليل ونور النهار. كل ما في القرآن من الخرق فمعناه الثقب إلا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، فمعناه ادعوا وكذبوا.